المكان ده رحت اصوره قبل كده بس للاسف الكهرباء كانت قطعت، فالنهارده قررت اديله فرصه تانية. المكان ده مستخبي شويه، هو موجود في اول مكرم عبيد في الشارع الموازي ليه ورا باندا ماركت وورا الاسم اللي عارف المنطقه دي، والمكان اسمه الشاب خالد الاسكندراني. المكان صغير شويه بس سمعت عنه ريفيوهات كويسه الفتره الاخيره، فانا بحب الفتره دي اجرب محلات صغيره، محلات مستخبيه. خلينا نعمل لايك وشير وخلينا نبدا. حابب بس اقول حاجه، ان المكان صغير شويه يا دوبك كرسيين، فالراجل اكيد شافنا واحنا بنصور، فيا رب ما يكونش اتوصى جامد وتكون الحاجه دي هي اللي بتنزل للناس فعلا. وكمان في غلطه حصلت، انا ما حددتش انا عاوز حجم ايه، وهو ما سالنيش، فهو نزل الاحجام الكبيره وقال لي لو الزبون ما قالش احنا بننزل الكبير. دي طبعا غلطه، فلو رحتوا اتاكدوا انكم قلتوا الحجم. خلينا نبدا بالسندوتشات. ده سندوتش جبنه رومي جريل، بيبقى ميكس رومي مع خضار ومحطوط على الجريل كده في عيش فينو، فالسندوتش ده ينفع كفطار حلو قوي، وحجم الحشو فيه كان كويس بصراحه. جبت برده سندوتش كبده بما انه محل اسكندراني، اللي عجبني فيها التقطيعه الرفيعه دي شبه الفلاح شويه، وطعم الكبده فعلا بلدي ما فيهاش ميه. كمان حشو السندوتش كان محترم جدا على السعر، ويا دوبك سن الطحينه وحلو قوي كده. وانا بشوف ريفيوهات ناس على النت لقيت نفس الحشو تقريبا برده موجود في السندوتش ده. بعد كده جربت سندوتش جمبري كريسبي، وعجبني حجم الجمبري نفسه انه كبير جامبو مش الصغير ده اللي ما بتحسش بطعمه. وجربته لان شفته كاتب ان في عرض عليه دايما التلاته بسعر اتنين، يعني التلاته ب 150 جنيه، وهو بيبقى عليه صوص ومفروض انه عليه كابوتشا، بس تقريبا ما كانش في يومها عنده باين. بس بجد السندوتش حلو. بيعمل وجبات كريسبي من اول 3 قطع بتنزل مع بطاطس وصوص شيدر وفينو. البطاطس كانت كرينكل وانا بحبها عن الفرايز العاديه عشان بتبقى ملحمه فبتحس بيها. بهاراتها كانت حلوه بصراحه فكانت شغاله. الكريسبي نفسه بقى فيه مشكله انها قطع رفيعه جدا جدا، فما بتحسش باللحم قوي. كمان هي لما بتتقلي في الزيت بتكش شويه، فالموضوع بيبقى ناشف سنه بسيطه. طبقه البريدنج كانت معقوله وطعمها حلو، بس بصراحه في احسن من كده. كمان على السعر 90 جنيه، في منافسين بيتهيالي بيقدموا احسن من كده ومعاها رز كمان ومتظبطه عن كده. نصيحه للشاب خالد، كبر عرض القطع شويه عشان الناس تعرف تتبسط. بيعمل طاسات جبن، فجربت طاسه جبنه سجق او صدق بقى وبسطرمه، بينزل معاها اكيد عيش فينو. كنت اتمنى ان الفينو يبقى بلدي الرفيع ده، بس احنا في القاهره فصعب شويه تلاقيه هنا. كميه الجبن كانت كتير جدا، واكتر طعم باين فيها طعم الشيدر الحادق سنه بسيطه كده، فالجبنه كانت جامده جدا. لو كانت اخف شويه معايا هتبقى اظبط، بس هي شغاله جدا. بيت السجق هنا حلو قوي، سجق بقالي، وانا بقيت استنضف بصراحه السجق ده الفتره الاخيره. بيبقى توابل قليله وبيبقى باين فيها طعم اللحمه شويه، وهو قال لي ان هو جايبه من اسكندريه مخصوص. البسطرمه ما حسيتهاش قوي وسط كل الميكس ده بصراحه. اخر حاجه طلبتها كانت مكرونه وايت صوص هوت دوج، دي بصراحه مش عاوز ارغي فيها كتير، هي ما كانتش حلوه. نوع المكرونه مش احسن حاجه، الصوص ضعيف جدا كطعم وكحجم، محتاج يبقى فيه طعم كريمه مثلا، محتاج بهارات شويه. كمان نوع الهوت دوج ما كانش افضل حاجه، فانا هسكيب بصراحه المكرونه، خصوصا الهوت دوج. ما اعرفش لو كنت طلبتها نوع تاني كانت هتبقى احسن ولا لا. الراجل عشان لقينا بنصور حب يعمل معانا واجب، فنزل لنا طاسه حلو. هو قال لنا ان هي اختراع ولسه ما نزلتش في المنيو، فقال لنا دوقوها وشوفوا هتعرفوا تستنتجوا فيها ايه. الطاسه حجمها كبير، بيتهيألي 3 يدخلوا فيها، وبينزل معاها فينو برضه. هي عباره عن كريمه وعسل وسوداني وباين مربى كيوي، وحاولنا نكتشف فيها ايه تاني فشلنا شويه، فالراجل قال لنا في الاخر هي فيها كندر ورافائيلو. الطاسه اوفر دوز سكر كتير، بس جربت اعمل سندوتش منها كده بصراحه هي احلى بالشوكه، بس لو ليك في سندوتشات الترند بتاع دلوقتي مش هتقول لا. الفكره بس اني لقيتها بعد ما روحت في المنيو عادي، واسمها رافائيلو كيوي وسعرها 45 جنيه. في النهايه حابب اقول ان مش لازم تبقى براند عشان تحاول تعمل اكل كويس، فالمكان ده لو هلخصه هيبقى مكان بيعمل اكل مقبول بجوده مقبوله. لو عايزين نكمل في المحلات دي رشحوا لي في الكومنتات محلات شبه كده، وما تنساش تعمل لايك وشير لو الفيديو عجبك عشان ده بيساعد الفيديو. ولو حبيت تشتري حاجه من على نون دخل البرومو كودز دي، هتاخد خصم وتوصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.